صباح الجمال وصباح التفاؤل. عايزه اتكلم معاكم النهارده في موضوع كده. انا عارفه انه هيبقى تقيل قوي قوي على الرجاله ان هما يعملوه، فعشان كده انا هتكلم مع الستات. يعني الفيديو بتاع النهارده ده انا هوجهه للستات بصفتي ست، يعني فانا هحاول اكلم الستات اللي زيي. الرئيس ابراهام لينكولن قال حاجه حلوه قوي قوي. قال ان نجاح الزواج مش بيتوقف على انك تكون لقيت الشريك المناسب ليك، لكن كمان على انك تكون انت الشريك المناسب. ما هو ممكن يكون اللي معاك حد كويس قوي قوي ويكون زوج مناسب جدا، لكن انت مش زوج مناسب ومش شريك مناسب لاي حد. ف... فعشان كده في شوية كلمات كده كتيرة حبتين. لو انت عايز فعلا تبقى الشريك المناسب، او لو انت عايزة تبقي الشريكة المناسبة وتبقي زوجة صالحة وتبقي بتحاولي تصلحي جوازك لو هو في مشاكل، ممكن تبتدي تقوليهم لجوزك. انا عارفه طبعا ان صعب، وان كتير من الستات هيقولوا ايه ده، إيه الدلع ده، واحنا ما نقدرش نقول الكلام ده، لان احنا عندنا ثقافه رهيبه، بالذات في الشعب المصري. عندنا ثقافه ان احنا ما نقولش كلام حلو، ان احنا يعني عيب ان احنا نعبر عن مشاعرنا، وعيب ان احنا نقول كلام كويس اللي قدامنا. احنا ممكن ننتقد براحتنا، وممكن نغلس على اللي قدامنا براحتنا، لكن عشان نقعد بقى واحده تمدح جوزها وتقول له كلام كله سبورتيف قوي والكلام ده بيبقى صعب قوي عليها. بس معلش، انا هقول لكم مجموعه كلمات، وانت يا ستي اختاري اللي تقدري تقوليه، اللي يعجبك وقولي. يعني ما حدش هيضربك ويقولك لازم تقوليهم كلهم. على قد ما تقدري كده حاولي تاخدي بالك هو جوزك بيعمل ايه، وتحاولي مثلا تشوفي الحاجات الكويسه اللي هو بيعملها. مش لازم كل كلامنا يكون نقد، نشوف الحاجات الحلوه ونقولها له. زي مثلا اول حاجه، لما يعمل حاجه كويسه تقولي له الحاجه اللي انت بتعملها دي كويسه قوي، عملك طيب. مش نشوف الحاجات الغلط اللي بيعملها ونمسك فيها، لا، ممكن قوي قوي لو عمل حاجه كويسه نقول له الله اللي انت عملته ده حلو قوي قوي. تاني حاجه ممكن نقول له هو شخصيا انت رائع، انت رائع جدا النهارده. يعني مش لازم بس عملت حاجه كويسه، لا، انت ان جنرال راجل رائع، انت عظيم. الكلمه الجايه دي صعبه قوي قوي انا عارفه، بس انا مش بحس ان انا كامله من غير وجودك معايا. انت جميل قوي النهارده. لما تلاقيه لابس كده حاجه حلوه وشيك عليك كده، عادي ممكن تقولي له انت فاتن، انت رائع النهارده. آم، ممكن كمان تقولي له انا بقدر جدا اللي انت عملته معايا كل السنين اللي فاتت. حتى لو هو يعني بيضايقك كتير وبيعمل لك حاجات بتعصبك كتير، مفيش مشكله انك تقولي له، لو يعني امسكي له حاجه معينه كده عملها وقولي له عليها. انا بقدر جدا ان انت عملت كده علشاني السنين اللي فاتت ولغايه دلوقتي بتعملها. يعني حتى مثلا لو بيصرف على البيت، يعني في رجاله اعرفهم مش بيصرفوا على بيوتهم، وست هي المتكفله بكل حاجه. فلو قلتي له انت فعلا بتصرف على البيت، دي حاجه رائعه انت بتعملها، ده يعني ده هيخليه هو يبقى مبسوط ويحس ان انت يعني مقدره اللي هو بيعمله. وفي نفس الوقت مش هيكلفك حاجه، دي مجرد كلمه انت هتقوليها. ممكن كمان انا مبسوطه جدا جدا ان انا اتجوزت واحد زيك. انا عارفه طبعا في ستات كتيره قوي قوي هتتنرفز من الكلام ده وهتقولي ان انا ابتديت اقلب على ياسمين عز، بس صدقوني ده كلام انا جايباه من الكتاب، انا مش بقوله من عندي. يعني فعلا لو قلتي له ان انا مبسوطه جدا جدا ان انت بالذات جوزي، عادي نفقي، يعني مفيش مشكله. يعني ايه المشكله؟ ما انت بتقولي كتير مثلا لاصحابك مثلا انت جميله قوي النهارده، واو انت روعه، ايه الفستان التحفه اللي انت لابساه ده، وهو اساسا يكون فستان انت مش طايقه تشوفيه، عادي يعني. فايه المشكله انك تقولي كده لجوزك يعني؟ ممكن انت صعب قوي دي. لو خيروني ان انا اتجوز تاني هختارك انت برضو، يعني عادي ممكن تقولي له كده برضو، مفيش مشكله يعني. ممكن تتصلي بيه مثلا وهو في الشغل وتقولي له انا مفتقداك جدا جدا النهارده. في احتماليه طبعا ان هو يهزقك ويقول لك ايه الهيافه اللي انت فيها دي، متصله بيا ومعطلاني عن الشغل عشان تقولي لي كده، في احتماليه. لكن في احتماليه تانية انه يكون راجل كويس ويتبسط قوي بالكلمه اللي انت قلتيها له دي، ويكمل اليوم بتاعه وهو مبسوط ومستمتع جدا جدا. ممكن تقولي له انا ما قدرتش خالص ان انا اطلعك من مخي النهارده، اليوم كله بفكر فيك. طبعا انت مش هتقولي بفكر فيك في ايه، ممكن تكوني بتفكري فيه انك متعصبه منه، متنرفزه، هتطقي او كده، لكن انت مش هتقولي له كده. طبعا انت هتقولي له انا النهارده اليوم كله وانا بفكر فيك.
آم، ممكن تقولي له كمان شيء حلو جدا جدا ان انا صحيت النهارده الصبح عشان اشوفك. يعني بجد اول ما شفتك النهارده الصبح كده حسيت ان انا يومي مختلف تماما. ممكن تقولي له انا هفضل طول عمري احبك مهما حصل ومهما انت عملت، انا هفضل طول عمري احبك. ممكن تقولي له دي بقى كلمه دي سهله قوي انك تقوليها، تقولي له انا بثق فيك. بثق فيك مش بس ان انا واثقه ان انت مثلا مش هتخوني او كده، لا، انا واثقه في ان الراي اللي انت هتقوله لي مثلا ده راي صحيح. لو في مثلا مشكله عندكم او كده، هاخد رايك، وانت متاكده ان الراي اللي انت هتقوله لي ده هو اللي هيبقى الراي الصح. انا ممكن دايما اعتمد عليك في اي حاجه، ممكن اعتمد عليك فيها، وانا ببقى واثقه ان انت هتقولي اصح حاجه. ممكن تقولي له انا فخوره جدا جدا ان انا اتجوزتك انت بالذات. الكلمه دي بقى دي حقيقي احنا محتاجين جدا جدا نتعلم ان احنا نقولها. لما تغلطي ممكن تقولي له انا اسفه، ده مش هيقلل من قيمتك ابدا، ده مش هيخليكي في مرتبه قليله ولا حاجه، ده مش هيخليه مثلا ياخد عليكي ولا يبتدي كل شويه بقى يضايقك. لا بالعكس، بالعكس خالص. يعني انا بحس كتير قوي ان الرجاله بتتبسط لما تيجي تعترفي وتقولي له مثلا انا غلطت في الحاجه الفلانيه. لو مثلا عليتي صوتك ورجعتي قلتي له انا اسفه ان انا عليت صوتي عليك، لو مثلا يعني عملتي حاجه ضايقته باي شكل من الاشكال وجيتي بعد كده قلتي له انا اسفه، ده بالعكس خالص، ده هيقدر كده وهيشيلها لك ان انت جيتي في الوقت ده وحليتي مشكله بانك قلتي كلمه انا اسفه. ممكن كمان تقولي له انت ايه اللي بتحبه، يعني انا نفسي اعرف ايه اللي انت بتحبه وانا هعمله لك. ممكن تقولي له انت مميز جدا. دي برضو حاجه لطيفه قوي انك تقولي له انا حاسه ان انت مميز، فيك حاجات كتير قوي قوي بتميزك عن باقي الرجاله اللي في الدنيا. على فكره الرجاله بيحبوا قوي قوي كده انك تفخمي فيهم شويه، فلما تقولي له في الاول انت عظيم انت رائع ودلوقتي تقولي له انت مميز جدا، ده هيشيلك على راسه بعد كده يعني. ممكن تقولي له كمان انا برجو ان انا اكون شريكه مناسبه ليك. حلو قوي انك تقولي له انا مش بس انت شريكي الرائع المناسب قوي ليا، لكن انا كمان اتمنى ان انا ابقى الشريكه المناسبه اللي انت تبقى فرحان بيها وحاسس ان انت ما غلطتش في اختيارك. ممكن تقولي له كمان انا بقدر جدا كل دقيقه بقضيها معاك، وقتي حقيقي بيبقى ممتع جدا جدا وانا معاك، فانا بقدر اي دقيقه بقضيها معاك بتبقى رائعه في حياتي. طيب ممكن كمان تقولي له انا بشكرك لانك انت قبلتني ان انا ابقى مراتك. دي صعبه قوي كده، يعني حاسه ان انتوا يعني لا مش هتستحملوها قوي، بس عادي. لو انت بتحبي جوزك قوي يعني ومبسوطه قوي قوي انك اتجوزتيه، ممكن تقولي له كده انا مبسوطه خالص ان انت اخترتني انا من بين كل ستات العالم عشان ابقى مراتك. يعني اعتقد كفايه كده خالص. وطبعا انا ما قدرتش اقول لكم كل الكلمات الموجوده في الكتاب ده، لان اكيد لو قلت لكم كل الحاجات دي يعني ممكن تحصل لكم حاجه، بس انا قدرت اختار شويه كده من الحاجات اللي حقيقي لو قلتيها هتقدري تغيري من جوازك. مش صعب بجد ان احنا نصلح من الحاله اللي احنا فيها. كل علاقه في الدنيا لازم بتنتابها شويه فترات كده من الفتور، فانت تقدري تغيري الفطور ده. حتى لو في وسط شغلك انت بتزهقي من كتر ما انت بتعملي الحاجه كل يوم بتزهقي، فطبيعي جدا ان العلاقه الزوجيه برضو بيجي لها فطور. المشكله بقى ان احنا ساعات كتيره بنبقى صديقات مثلا نقعد مع بعضينا ونفضل بقى نحكي، كل واحده بقى تفضل تحكي السلبيات بتاعت جوزها ومش بتحكي الايجابيات بتاعته، وده بالتالي بيخليكي تروحي البيت تبقي اتمليتي وافتكرتي كل الحاجات السيئه اللي هو عملها معاكي في حياتك. فلو فكرنا وقعدنا نفكر في الكلام ده وقعدنا نركز انا ممكن اقول له ايه، انا ممكن ابسطه ازاي، بجد هتلاقوا الموضوع مختلف تماما. ربنا يبارك حياتكم وينجح جوازاتكم ويخليكم دايما كده في منتهى السعاده، ويخليكم ستات فاضله تقدر انها تفتح بيوت وتسعد ازواجها. باي باي.